أهلا وسهلا فيكم بصفحة سماح كيتشن. بفيديو اليوم عملت لكم أطيب وألذ أكلة سلق ملفوف ممكن تجربوها. خلوكم معي لنشوف طريقة التحضير. وهاي السلقات عندي هون 3 ضمم من السلق بدي اغسلهم قبل السلق. تمام. هلا اول شي رح قوم هاي اغسلهم كتير منيح مشان اسلقهم. شايفين ما شاء الله الورقة عندي غير شكل، ما شاء الله تبارك الرحمن. هلا رح اغسلهم وبرجع لكم. جبت الطنجرة وحطيت فيها مي وخليتها لتسخن وتغلي كتير منيح. هلا حنسقط السلق. طبعا السلق ما حياخد معنا وقت ابدا، فورا حطه قومه هيك بننزل كم وحدة. طبعا هذا رح اشيله هلا، بس رح خليه بسفل الطنجرة، بدنا نصفه بس هيك شوي ومنشيلهم فورا. هاي حاجتها اللي حطيتها اول شي، ما بدها اكتر من هيك، ما بياخد وقت نهائي. شايفين لونه بضل اخضر، مو مثل الملفوف اللي بياخد وقت كتير. هلا وبينما يبرد عندي السلق جهزت الرز. انا الرز هون ناقعته صار له تقريبا ربع ساعة اكتر شوي، كاسة ونص ناقعة. تمام. اضيف عليها 300 جرام من اللحمة المدهنة، اضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل، براس المعلقة شوية كركم. الكركم بيعطي للرز لون كتير حلو، شوي يعني براس المعلقة. حضيف زيت نباتي قدر 3 معالق ومعلقة سمنة حيواني، وحنخلطهم كتير منيح مع بعض. بلشت بتقطيع السلق. حنقسم كل قطعة لقسمين، بتحبون كبار بتحبون صغار يلي انتو بتحبوه. طبعا اذا كانت كبيرة بنقسمها 3 اقسام، صغيرة قسمين. هلا هي 3 اقسام، شايفين هي قسم، وهي هون الضلع حنتخلص منه بهالطريقة. اذا كان سميك بنتخلص منه، شايفين هون كمان. طبعا حنشيل الضلع هذا ونخليه على جنب مشان نحطه سفل الطنجرة مشان ما يلزقوا عنا. هنقطعه هيك نتخلص منه بهالطريقة. نخلص كامل الكمية. هاي كمان بهالطريقة ونتخلص منه. وهلأ خلونا نبدأ باللف. بسم الله. طبعا القسم الخشن اللي عروقه لفوق حطه هيك بهالشكل. حنضيف كمية اللحمة اللي بدنا اياها، عفوا كمية الرز، ما بنكتر كتير ولا بنقلل كتير هيك. وحنلفها من دون ما نضب الجوانب. لفه كتير سهل، اسهل من اليبرق. ما في اسهل من هيك خالص. ومنكرر هاي العملية لنخلص كامل الكمية. شايفين العروق من فوق والناعمة من تحت. بنحط كمية من الرز واللحمة وبنلفها بهالطريقة. شايفين هاي الأكلة من أطيب الأكلات الشتوية. وبعد ما خلصت لف السلق طلعت عندي هاي الكمية، يعني طنجرة صغيرة. نقلت الضلوع على الطنجرة الصغيرة مشان صفن.
صفون هيك بسم الله بهالطريقة. خليني مدن هدول منيح عشان ما يلزق شي. شايفين كتير سهلة هاي الأكلة، عن جد ما بتاخد وقت ولا لفة بياخد وقت، كتير سهلة. حصفهم كتير منيح هيك، حصفهم وبعد ما صفيتهم بالطنجرة ضيف عليهم ملح هيك تقريبا نص معلقة صغيرة، مو أكتر من هيك. وحضيف المي بسم الله، وطبعا رح اضغطهم بهذا الصحن هيك مشان ما يفرشوا على الوش، ونضيف المي. حطهم على نار عالية وغطيهم، وبس يغلوا عنا بنضيف الليمون. وبعد ما غلوا عندي رح نضيف الليمون. انا عصرت حبة كبيرة من الليمون حضيفها بسم الله، ونتركهم ليستوي. وهاي السلق استوى عندي، نطفي الغاز. تقريبا اخذ استواء نص ساعة الا شوي. شايفين ما شاء الله. هلا حنصفي المرقة ونطبها للطنجرة. وهاي طبخة السلق صارت جاهزة. رح نشيل الضلوع، حتى الضلوع بيتاكلوا يعني اللي بيحب ياكلون، بس انا حشيلهم لنشوف المنظر الحلو بسم الله. شايفين ما شاء الله، والطعمة بتجنن غير شكل. وهي السلق صار عنا جاهز. شايفين الحبة ماسكة وشادة وغير شكل. طبعا المرقة تركتها على الجنب للتغميس. وإذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، وبشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم.